السلام عليكم. معكم سعيد أيتبلعة، عضو في الجماعة الترابية لأيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، اللي بغيت نخبر به الرأي العام ومتتبع قنوات التواصل الاجتماعي أنه وقع عندنا واحد الحدث اللي هو حدث فظيع ولم يسبق له أن وقع في هذه الجماعة منذ زمن، حيث أقدم عضو في المكتب المسير في الجماعة الترابية اللي هو النائب الأول للرئيس للرئيس بإحراق وثائق ومستندات ومحررات الجماعة، تزامنا مع الوقت الذي كانت فيه المفتشية العامة للإدارة الترابية تقوم بمهامها داخل الجماعة حتى شموا الريحة ديال الحريق وخرجوا برا، وبذلك ما يلقاو غير النائب الأول كيحرق المستندات والمحررات ديال الجماعه، وليس له حق في حرق هذه الوثائق، هذا لان داك الشيء ماشي الوثائق ديالو، ما عندوش حق يلمس الارشيف ولا يحرق. حتى قالوا له علاش كتحرق هذا الشيء هذا، قال لهم انا غير تنحرق وصافي، مع شهود، وكاين شهود من موظفي الجماعه. ولقد قمنا بشكاية نحن كأعضاء الجماعة إلى السيد الوكيل الملك وإلى السيد العامل إقليم ميدلت، ورسالة في البريد المضمون إلى السيد وزير الداخلية للبحث الدقيق في هذا الموضوع، في هذا الفعل الشنيع الذي قام به النائب الأول للرئيس في هذه الجماعة الترابية. وشكرا.